ايه؟ لازم اعرف الهدف من دخولي جامعه القاهره. ودايما بنقول ايه؟ انت كما تفكر. يعني ايه انت كما تفكر؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انا عند ظن عبدي بي. انا عند ظن عبدي بي. الظن ده جاي منين؟ من التفكير. فانا لو فكرت بربنا سبحانه وتعالى كويس جدا ده هيأثر معايا. خلاص؟ لو انا اسأت الظن بالله سبحانه وتعالى هيكون نفس القصه برضه في الهدف. فدايما الواحد ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفاءلوا بالخير تجدوه. كل حاجه انا بشتغل عليها في التفكير بتاعي. ده عموما انا بتكلم في حاجه اسمها ريفلكسولوجي اللي هو الطب الانعكاسي اللي هو ازاي الواحد يقدر يمرض نفسه بنفسه. انا بيجي لي ناس يا جماعه 19 سنه وكانت في كليه الطب البيطري والكلام ده كله وتلاقي اعمارهم 19 20 سنه عندها السكر. ناس صغيره عندها الضغط. الحاجات دي كلها طبعا صعب جدا جدا. طب ازاي السن الصغير ده عنده الضغط وعنده السكر وعنده واللي يقول انا مجتهد جدا وانا كرهت حياتي لو بابا مش موافق معايا وشخصيتي وانا شخصيه وهم شخصيه والكلام ده كله. مين اللي بيشحن نفسه ده كله؟ انا. لكن عارفين النظام كبر؟ بس مش كبر على طول خالص. لا، ازاي يحصل عمليه التوافق بين النفس والعقل والروح. النفس والعقل والروح. حصل تنافس بين الحاجات دي هتلاقي فيه سمو روحاني حلو جدا جدا. نفس الشيء نفسيا انا مرتاح اعرف ادي. في نفس الوقت لازم نفتح طاقتنا للكون كله للحياه كلها. مفيش حاجه اسمها انا بكره كذا او فلان بكرهه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ممنوع الغيبه والكلام ده كله مش حكايه ان انا بجيب واحد سيرته بالشر والكلام ده كله وخلاص او ان انا بلم. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان اي حاجه تفكير سلبي بيأثر عليها عضويا وبيأثر عليها صحيا وبيأثر عليها نفسيا. فهي الفايده في الاول والاخر لمين؟ ليك انت. ليك انت. لكن لما احب الشخص دوت بتطلع مني طاقه ايجابيه. الطاقه بتوصل لنفس الشخص. سبحان الله، نفس الاحاسيس. عارفين لما نفتح كده في البلوتوث وابعت لك رساله وتبعت لي رساله هي نفس القصه بالظبط. يقول لك سبحان الله فلان ده انا شفته مره بس حاسس ان انا اعرفه منين؟ من زمان قوي. صح ولا لا؟ مش دايما بنقول كده؟ وفلان ما اتكلمش معاك في وسط الجروب والكلام ده كله. لا في كلام ولا ايه رايك فلان؟ بص خانق ما تجيبليش سيرته. طب هو حصل اي موقف في اي كلمه اتقالت ضايقك او لا ما حصلش اي كونتاكت. بس نفس الشيء لو انا رحت سالته من وراكي او من وراك هتلاقي نفس المشاعر والاحاسيس بره هي. متخيلين الوضع جاي ازاي؟ نفس المشاعر والاحاسيس يا جماعه هتلاقي هي نفس الشيء. نفس الموقف هو تاخده تجاه. طب ايه اللي حصل هنا؟ انا ارسلت طاقه سلبيه وهو في نفس الوقت ارسلت طاقه سلبيه فاحنا الاثنين مش طايقين بعض. دي حاجه سبحان الله طبعا الواحد بيستغربها رغم ان الانسان علم الانسان ما لم يعلم قدر يعملها في الالات والاجهزه. القمر الصناعي ويلقط الاشاره بيبقى في اسرائيل ان شاء الله تنفجر قدوانين فيروح في نفس الوقت في نفس اللحظه يجيب لك بقى الانفجار وبتاع والقصه ودي الات. طب ما بالك بقى بالارواح؟ ما بالك بقى بالانفس؟ ما بالك بالاشخاص اللي هو لحم وعظام ودم مشاعر. ممكن من نظرتي لحد ارفع له الضغط وتلاقي ضربات القلب زادت واحمرار الوجه. صح ولا لا؟ تخيل كده انت واحد معجب بيها قوي لسه يعني احنا عايزين نعرف. طبعا انت مخلص قصيده قد كده شكرا قفل. واحده ثانيه ايه قول عايز انا سامعاك قول اللي عندك مديالك طاقه مفتوحه. طب اهدي فيه ايه ده خلاص. هي العمليه بتبقى كده. عارفين تبادل المشاعر بالنظره. طيب نفس القصه كده انتوا لو حبيت تشوفوا الحلقات بتاعتي على اليوتيوب نكتب بس سعد المصري هتلاقوا حلقات كتير جدا اكثر من 100 حلقه بنعالج الناس من خلال الضغط على اماكن معينه في الايدين وفي القدم. ده اللي هو اسمه ايه يا جماعه؟ ريفلكسولوجي. اسمه ايه؟
ريفلكسولوجي. اسمه ايه؟ ريفلكسولوجي. ريفلكسولوجي اللي هو الطب الانعكاسي. ايه الطب الانعكاسي؟ سبحان الله، لو واحده بطنها وجعها قوي قوي قوي، انا عندي هنا الامعاء وهنا القولون، لو عندها قولون مرتفع تعمل كده اهو. متخيلين؟ مع اتجاه عقارب الساعه في الشكل ده هتلاقي القولون ده هادي جدا. طب ايه اللي حصل؟ ايه العلاقه من هنا للقولون؟ الاوتار. انا عندي طول الاوتار في جسم الانسان قد ايه؟ تخيلوا كده، اضربوا اي رقم. طول الاوتار في جسم الانسان قد ايه؟ كام؟ 363. يا دقيق انت قوي، بس الرقم غلط خالص. عايزين اي رقم كده بس عادي عندي. مثلا لا مش مليون، يعني بالالافات كده، بالامتار. خلي بالك بالامتار. 1000 متر يعني انت جوه جسمه كده 1000 متر كيلو، مسافه كيلو او فرد. طب تخيلوا بقى كام يا جماعه؟ 50,000 كيلو متر. طول الاوتار في جسم الانسان قد ايه؟ 50,000 كيلو متر. يعني هروح من هنا لاسوان 50 مره رايح جاي رايح جاي رايح جاي عشان اجيب طول الاوتار فين؟ في جسم الانسان. منطقيا انا عشان اولع اللمبه ديت لازم اجيب كراسي عشان اقطع اللمبه دي واقعد اعملها كده ومش عارف عشان تولع. المنطق بيقول كده، اللي هو البديهي خالص. لكن ده انا مجرد ما ادوس على الزرار دوت اللمبه دي تولع. طب ايه العلاقه بين الزرار دوت واللمبه؟ ان في اسلاك، صح ولا لا؟ نفس الشيء في جسم الانسان، احنا في اوتار، في كهرباء، في كل حاجه اعملها بيروح ياثر عليها ايه يا جماعه؟ عضويه. اقدر اعالج القولون، الكبد، البنكرياس، الطحال، الامعاء الدقيقه، الناس عندها مشاكل كذا وكذا وكذا، البلد والامها قبل الطمس وبعد الطمس، كل الحاجات دي ليها علاجها من خلال ايه؟ ايدينا وكف رجلينا. عشان كده دايما بنقول ايه؟ ايديك عباره عن مستشفى صغيره تقدر تعالج كل حاجه من خلال ايه يا جماعه؟ اليد. من خلال اليد. متخيلين؟ اهم شيء ان احنا نحفظ بقى الخريطه. نبقى عارفين مثلا هنا في ايه؟ طب الدور دوت ايه؟ طب وهنا ايه؟ وهنا ايه؟ عشان تعرفوا بس ما شاء الله عندنا هنا متفصل قوي. فاكرين الحوادث اللي حصلت في المدارس ان في مدرس طلب على ايده، ضرب على ايديه، الواد قلبه وقف، وده ضربه على ايديه ومش عارف ايه اللي حصل له، والمدرس لعب طبعا العيال واقف ضربه في الشبيك على قلبه. وبعدين واخد المدرس كده هنا في داهيه، يعني راضين منه يعني. ما صدقوا العيال وجابوا المحكمه، والعيال ده ايه؟ ده بيكذب تفصيل. واحنا ما شاء الله بنطلع كده طلع كده. المهم الراجل ده فعلا هو ضرب على ايديه. فعلا حقيقه ان انا عشان فاهم وعارف ايه اللي حصل، هو ضرب على ايديه بس قلبه ايه؟ او جاته ضغطه او حصل او الكلام ده كله. راح الوزير قال ايه يا جماعه؟ ممنوع الضرب. ممنوع ايه؟ الضرب. طب منع الضرب ليه؟ مش فاهمين بقى الحته دي، هي دي المشكله. طب ايه اللي حصل؟ ليه لما ضرب على ايده حصل دوت؟ ولذلك زمان لما كانوا عاقوا على حد من الجوع وانفلت على القدر دي مصيبه سوداء. معناه ان انا بضربه على القلب وعلى الكلى وعلى الكبد وعلى البنكرياس، وممكن اوقف له واعمل له جلطات واعمل له. انت عارف في اسرائيل فاكرين 48 ساعه في اسرائيل لما كانوا بس الضوافر يخلعوا الضوافر كانت انت عاملاها. ما تشوفوش قد ايه كم العذاب الرهيب ان لو انا ضربته هنا اهو هيكون ارحم من